السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كده خفيف ورايق وهادي، بس كله نشاط وطاقة وحيوية. هتقولوا لي ازاي خفيف وازاي كده؟ هقول لكم انا عندي مثلا حبة غسيل عايزين يتنشروا، حبة غسيل عايزين يتلموا، حبة مواعين عايزين يتصبنوا. هقول لكم طول ما انت ايدك في الحاجة هتلاقي الحاجات يعني ايه، حبة 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 اللي ايه اللي وراكي، مش كوام 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 بقى زي ما ايه ساعات بنعمل بيحصل معانا كلنا طبعا. فقلت اصور معاكم بقى كده روتين خفيف. هو طبعا دون مش في البيت عندي، دون في بيت اخويا، ربنا يبارك له يا رب ويوسع عليه. هو هنا في بيت البلد، هو ده اصلا بيت مقفول. عايزه اقول لكم بجد بجد، انا ما بحسش ان هو اخويا، بجد هو اب ليا، ربنا يبارك له في عياله وفي صحته. انا هنا بقى طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في بيت البلد، لو شفتوا الفيديو اللي فات اللي هو في الوادي الجديد زي ما قلت لكم. هنا بقى انا عملت ايه، خلصت كده روقت على نفسي وقطعت لي منجايه حلوه كده ورحت لميت الغسيل. وهنا بقى كنت نشرت الغسيل وقلت اطبقه مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم عارفين انا ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات بتاعتي. طبعا اللي بيتفرج من باقة، اللي برضو بيشحن باقة نت ارضي، اللي هو برضو يعني بفلوس، فالواحد ايه، ربنا يوسع علينا كلنا. بص بقى انا هنا بقى دخلت على المواعين بقى، قلت ايه، بص هم حبة صغيرين، فقلت اخلصهم اول باول عشان هيزيد عليهم طبعا. كل ما واحد هيستخدم معلقة طبق معرفش ايه، ده على ده على ده، صدقوني بتبقى يعني منظر بيبقى حدث ولا حرج، بيبقى منظر رهيب. فقلت اخلص كده واروق حالي ودنيتي كده قبل ايه ما اخرج كده واشوف ايه انا رايحة فين. طبعا احنا عندنا في البلد ان شاء الله هصور لكم كده برضو اماكن فيها حلوة وجميلة. طبعا ارياف زي ما انتوا عارفين بس حلوة قوي، يعني بجد، يعني من المحافظات بجد بجد اللي جميلة قوي، وفيها برضو مناطق سياحية، وفي يعني اللي هي هصورها لكم برضو ان شاء الله كده وهتشوفوا الجمال بتاعها، فحلوة جدا. فهنا بقى بص كنت خلاص اللي هو ايه بشطب كده الدنيا يعني عشان اروق حالي كده. والله انا عايزه اقول لكم هي حرفيا مفيش حاجه بتخلص. انا بنتي بجد الصبح قلت لها بصي معلش لمي لي بقى المواعين كده، املي الازايز وظبطي الدنيا، وانا اخش ايه اصب كده حبه المواعين عشان اخلص كده على طول ونبقى ايه بنساعد بعض. يعني والله انا سمعت المقوله اللي هي بتاعت يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات، حاجه كده. فبجد والله لا، عايزه اقول لكم بجد البنت ساعات والله لما بتربيتها بتبقى صالحه بتبقى بميت راجل. بجد يعني ما فيش حاجه اسمها الكلام ده كله، ما تحطش في دماغك اي حاجه من الحاجات دي. رب صح، سواء بنت او ولد هينفعوكي. حتى الولد برضو عندي اقول له روق واعمل واغسل لو في حاجه هدوم ليه، مش عيب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بجد بيعمل عادي، بيشتغل في مع أهل بيته، بيكنس وبيخيط وكل ده، ليه ما قلناش عيب؟ فلا، حاولوا بجد عودوا عيالكم سواء بنت أو ولد تعتمد على نفسها، يعني يعتمدوا على نفسهم، لأن محدش عارف بكرة مخبلهم ايه. وربنا يحسن أيامهم يا رب جميعا يا رب، ونشوفهم في أحسن حال، ويرزق يا رب يا رب كل مشتاق الذرية الصالحة ان شاء الله، ويجعل يا رب اولادنا كلهم صالحين ان شاء الله. بص بقى الروقان اديني خلصتهم في ثانيه الا ثانيه، والله هم فعلا ما خدوش معايا وقت. انا مسرعه الفيديو بس هم فعلا ما خدوش معايا وقت. انتوا عارفين لو حاجه خدت معايا وقت بقول لكم الفيديو ده كان صعب وكان طويل وكده. لا لا، هو بصراحه ما خدوش معايا حاجه لان هم فعلا كانوا قليلين. فربنا يا رب يسترها معانا ويدينا الصحة يا رب، أهم حاجة يا رب يرزقنا الصحة والستر يا رب إن شاء الله. وطبعا بعتذر بقى عن صوتي، أنا شكلي داخلة على دور برد كده، بس ربنا يسترها يا رب إن شاء الله. وهنا بقى بصوا الروقان، يعني ما خدوش معايا حاجة وكنت خلصت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم إن شاء الله في